كما كان متوقعا أمطار الخير تهاطلت على بلادنا. تساقطات مطرية روت الأرض وملأت السدود وأغنت الفرشة المائية بمختلف مناطق المملكة. على المقاييس إلى حدود الساعة 6 من مساء هذا اليوم كانت 111 ملم وسجلت بإقليم شفشاون. بطنجة سجل 105 ملم، بالعرائش 91 ملم، 65 ملم بأصيلة والمضيق، 50 ملم بتطوان، 48 بمارتيل، القنيطرة، المحمدية، الفنيدق 38، أكادير دوتنان 35، إفران 33 ملم، سديحية الغرب 29 ملم. بمدينة سلا سجل من الأمطار 28 ملم، بوزان 27، بالدار البيضاء 26، 25 سجلت بالصخيرات، ببن سليمان والرباط 24، سوق الأربع الغرب 23 ملم، 21 بتطمليل وتازة، 21 أيضا بأكنول، 19 ملم بكل من الجديدة، فاس المدينة، سيدي سليمان وتارودانت سجلت بها 18 ملم، 16 ملم بأزمور والنواصر، 15 بمكناس، 14 ببرشيد. بمريرة بن حمد والزمامرة سجل من الأمطار 13 ملم، 12 ملم بشتوك أيتباها، 11 ملم بأسفي، 10 بفسايس، 10 أيضا بإموزار أكادير الدوتنان، بسيدي إفني، بني ملال، أسفي وسطات 9 ملم، 8 ملم أيضا بتيزين إسلي، بالصويرة، خريبقة، خنيفرة، تارودان 7 ملم، و6 ملم سجلت أيضا ببويقرا، مسا، سيدي بن نور والخصاص، بأيت عميرة، مولاي بوسلهام، تيزين تاست 5 ملم، وسجلت 4 ملم بكل من قصب التادلة، تنال، تيغوغا وتفراوت. وبفضل هذه التساقطات المطرية تجاوز معدل ملء السدود الكبرى على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة 50% من الحقينة الإجمالية لهذه السدود. وأفاد التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء بأن المخزون المائي بسدود جهة طنجة تطوان الحسيمة بلغ اليوم 870.28 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء عام يصل إلى 50.55% من الحقينة الإجمالية البالغة 1721.7 مليون متر مكعب. كما سجلت 3 سدود بجهة الشمال معدل ملء كامل 100%، ويتعلق الأمر بسد الشريف الإدريسي وسد النخلة بإقليم تطوان وسد